الفل على عيونكم، مساء الجمال. معاكم قناة أكلة وقصة، والنهاردة هنعمل مع بعض خبز الفوكاشيا الإيطالي. حاجة كده سهلة وسريعة، وصفة لذيذة تنفع تعمليها في فطار سريع، عشاء خفيف، كمان تنفع تعمليها في المصايف، تنفع كمان معاكي لأولادك هم طالعين من البحر، طالعين من تمرينات السباحة. سهلة وسريعة وجميلة جدا، تاخديها معاكي في النوادي، مش هتاخد منك وقت خالص، وكل مكوناتها اقتصادية ولذيذة، وكمان طعمها جميل ومغذية جدا. شايفين الجمال والطعامة؟ خبز كده قمر. حد كده يعمل الخبز القمر ده وكمان عليه كمية التوابل مع الحشوة، سهل وسريع، مش هياخد منك وقت خالص، وهيطلع فلافي كده وعامل زي فقاعات الهواء. لذيذ جدا، مقرمش من بره وطري جدا من جوه. اول حاجه معايا هنا كوبايه من الميه. انا استخدمت ميه فتره من الحنفيه عاديه خالص. هحط عليها معلقه صغيره من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. هجيب بقى المضرب اليدوي وابدأ اقلب المكونات دي مع بعضها، او بمعلقة عندك او اي حاجة. مش هتحتاجي اصلا ادوات كتير وانتي بتعملي الخبز اللي احنا هنعمله النهاردة. خبز ده لذيذ جدا، طعمه قريب من البيتزا، ولكن هو اطعم واحلى بكتير، لان اصلا طعمه معتمد على مكون هقول لكم عليه دلوقتي. حطيت انا كوباية المية الاولانية، عليها معلقة صغيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، هحط كوباية مية تانية. يعني المقدار بتاعنا النهاردة كوبايتين من المية، عليهم معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من السكر. خلاص كده قلبناهم مع بعض. معايا هنا نص كيلو من الدقيق، هحط عليه معلقة صغيرة من الملح واقلبه كويس قوي. نص كيلو دقيق ده حوالي قد ايه؟ حوالي 4 كوبايات ونص من الكوباية بتاعت الشاي العادية اللي انا مستخدماها من اول الفيديو، او اللي انا عايرتي بيها المية. الوصفة دي مش محتاجة تعجني بإيدك خالص. هاتي أي معلقة خشب أو أي سباتيولا، علشان هي بتلزق جدا في الإيد ومن كتر ما العجينة طرية. هبدأ بقى أجيب الدقيق بتاعي وانزل بيه على المية بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده، طبعا احنا في فصل الصيف، فالخميرة بتخمر معانا على طول، ما بتاخدش وقت خالص. هبدأ زي ما انتم شايفين كده انزل كمية الدقيق كلها، وهبدأ أقلب بالمعلقة. مفيش طبعا ولا أسهل ولا أسرع من كده. ما خدتش معانا دقايق، دخلتي المطبخ عملتي العجينة بتاعتك، وبعد كده تبدأي تجهزي الحشو. والحشوة كمان مفيش أبسط من كده. هتفتحي تلاجتك وتعملي الموجود عندك. هقولك أفكار كتير للحشوات. زي ما انتم شايفين كده العجينة بتلزق جدا. هبدأ أفضل أقلبها كده وأتأكد إن مفيش ولا قطعة من الدقيق. أول ما ألاقي العجينة اتشكلت معانا وما بقاش فيه دقيق في القاع بتاع البولة، خلاص هوقف تقليب. زي ما انتم شايفين مفيش أبسط من كده. هنزل بقى عليها كمان بإيه؟ بالحاجة اللي هتخلي العجينة طرية شوية أكتر كمان من الطراوة اللي احنا فيها دي. الخبز ده معتمد على العجينة كل ما كانت طرية وفيها فقاعات الهواء اللي هي بتاعة الخميرة، كل ما كان طعمه أحلى وأطعم بكتير. هجيب بقى هنا زيت، أي نوع زيت عندك متوفر، ولو عندك زيت زيتون يفضل، هيبقى أحلى بكتير. هحط معلقتين كبار من زيت العادي، وهبدأ أقلبهم. هتلاقي العجينة بدأت تفك من الجناب ومن القاع بتاع البولة، وبدأت تلم مع بعضها أو على نفسها كده. هجيب بقى أي ستريتش راب، ما خدتش مني وقت خالص، وأبدأ أغطيها. أنا بقى محتاجة التريكات اللي احنا هنعملها دي، هي اللي هتدينا نجاح العجينة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده هي بدأت خلاص تفك معايا، وبدأت اتأكدت ان مفيش فيها ولا قطعة دقيق، وان معلقتين الزيت اتقلبوا كويس قوي مع العجينة. هغطيها بقى بستريتش ريب واسيبها ربع ساعة. ليه بقى ربع ساعة؟ علشان الخطوة اللي هنعملها دي اللي هي اللي هتديها الفقاعات بتاعت الهواء، وهتديها الملمس بتاع العجينة. بعد ربع ساعة هشيل الستريتش راب بتاعنا، وهبدأ أجيب طبق فيه مية أو كوباية فيها مية، وأبل إيدي فيها، وأبدأ أخد العجينة كده من على الأطراف لجوه. زي ما انتم شايفين كده، يا دوبك لفة واحدة، مش أكتر ولا أقل. ليه أنا بعمل كده؟ عشان أنا عايزة أزود فقاعات الهواء اللي موجودة في العجينة، لأن الخبز ده أو العيش ده معتمد على فقاعات الهواء. هرجع تاني أغطيها وأسيبها ربع ساعة كمان، وهرجع تاني بعد ربع ساعة أعمل نفس الخطوة اللي أنا عملتها. أجيب برضو كوباية مية وأبل إيدي، وهتلاقوا العجينة بدأت تنفش معاكم وبيتضاعف حجمها.
كل مرة بنسيبها تخمر ربع ساعة هتلاقوا العجينة الكمية بتاعتها بتتضاعف وبتقب معاكم لفوق. طبعا احنا في فصل الصيف فبتخمر معاكي سريعا جدا. هغطيها تاني مرة وهعمل الخطوة دي في المرة التالتة. بين كل مرة والتانية بيعدي حوالي ربع ساعة. والخطوة يعني أنا عملتها أول مرة وسبتها ربع ساعة، وبعد كده تاني مرة وسبتها ربع ساعة، وتالت مرة وسبتها ربع ساعة. المرة الأخرانية دي هي اللي هجهز فيها بقى الصينية بتاعتي وأجهز الفرن بتاعي. أهم حاجة واحنا بنجهز الصينية بتاعتنا نكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل وقت، زي كده كأنك بتجهزي كيكة بالظبط. انا هجيب بقى اي صينيه، يفضل ان الصينيه تكون صغيره علشان العجينه بتاعه الخبز دي بتكون تخينه وسميكه والحشوه بتاعتها تبقى غنيه. هجيب بقى شويه زيت زيتون، شويه زيت عادي المتوفر عندك، لو مش متوفر عندك زيت زيتون مفيش مشكله، بس هي الوصفه زيت الزيتون بيديها طعم حلو قوي. وهبدا انزل العجينه زي ما انتم شايفين. اهم حاجه وخطوه مهمه جدا، حطي كميه زيت حلوه قوي في القاع بتاع الصينيه عشان ما يلزقش منك لما يخش الفرن. لاحظوا ان العجينه بتلزق جدا، فانا نزلتها بالاسباتيولا او تنزليها باي معلقه خشب. وهبدا ارش على العجينه شويه من زيت الزيتون وابدا افردها بايدي زي ما انتم شايفين كده، وابدا اعمل فقاعات من الهواء في العجينه بتاعتنا واحنا بنفردها. هو ده المطلوب في العيش ده عشان يطلع معاكي طري كده ومهشهش من بره كده ومقرمش، ومن جوه طري وجميل. الحشوة بقى بتاعتك تقدري تحشيها ايه؟ تقدري تحشيها شوية من الزيتون مع الجبنة الفيتا. حابة تحطي جبنة موتزاريلا مفيش أي مشكلة، حابة تحطي جبنة شيدر، ولكن أنا ما أفضلش الجبنة الموتزاريلا لأنها هتقلب معاكي البيتزا. أنا عايزاها طعمها مميز. هو طعم الخبز ده مميز لما تحطي الجبنة الحلوم أو الجبنة الفيتا هتديكي طعم حلو قوي. ممكن تعملي زي ما أنا هعمل النهاردة، هحط شوية من الزيتون عادي خالص، وهحط قطع من الشيري توميتو أو الطماطم الصغيرة. طبعا يفضل ان الطماطم دي تقسميها نصين. انا حطيتها كامله زي ما هي، ولكن لما بتقسميها نصين بتاخد من حراره الخبز و بتاخد سوا كده وبتبقى لذيذه كده ومعاكي ومستويه قوي. طعمها بيبقى اقوى من لما بتبقى على بعضها. كمان بقى ممكن تحطي اعشاب عطريه زي ما انت عايزه. عندك ريحان حطي ورق ريحان، عندك زعتر حطي زعتر، عندك روزماري زي ما انا حطيت. انا عندي روزماري مجفف حطيته، وحطيت على الوش برضو شويه من زيت الزيتون. هي كده غنيه بالزيت زي ما انتم شايفين كده من فوق ومن تحت، وهو ده اللي بيديها الطبقه الفلافي او الطبقه الطريه او فقاعات الهواء اللي معروفه في خبز الفوكاشة الايطالي. هندخلها بقى الفرن ساخن مسبقا على اعلى درجه 200 250 زي ما هو عندك. هتدخليها في الرف اللي قبل الاخير على الشبكه. بياخد حوالي من نص ساعه لساعه الا ربع لحد ما الجنيه تاخد لون، وبعد كده تنزليها تحت الشوايه تاخد لون من فوق. انا رشيت عليها قبل ما تخش الفرن رشه من الملح بيديها طعم حلو قوي. وزي ما انتم شايفين كده وجبه متكامله. اول ما يطلع وهو سخن تديني دهنه من زيت الزيتون او من الزيت العادي بيلمع كده وبيبقى شكله جميل جدا. سيبيه بقى يبرد خالص وبعد كده طلعيه من الصينيه بتاعتك، وهتاكلي احلى عيش طري ومهشش وجميل. وطعم بقى الاعشاب او سواء حاطه زعتر او روزماري مع الزيتون والطماطم اللي هي المشويه خطير. عايزه اقول لكم اصل الوصفه اصلا الطماطم اللي هي المجففه. طبعا دي مش متوفرة عند معظم الناس. فاحنا بنحط البديل بتاعها الطماطم العادية زي ما انتم شايفين. بصوا شايفين طبق ازاي هو مقرمش من فوق وطري جدا. انا بوريكم قد ايه هو طري من النص ولونه من فوق خطير. جربوه ان شاء الله يعجبكم. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لي لايك القمر وتدوسوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واستنوني في وصفات اخرى. باي باي.